سموا الله وصلوا على الرسول. المنبار اهو، المنبار جاي اهو، لسه جايبه منبار. تمام، دول 2 كيلو منبار. تعالى اوريكي ازاي هتنضفيه بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه وفي 3 دقايق. 3 دقايق. اول حاجه هنشيل الاول الزوايد اللي بتبقى في ايه، في المنبار دي. تمام، قبل ما اقلبه وقبل ما اعمل فيه اي حاجه اشيل بس الاول الزوايد اللي هو بيبقى عامله زي الجلد كده او زي الدهون. تمام، هشيلها بس بالراحه كده. اللي بتعمل طريقة جلدة الأنبوبة، والناس اللي بتعمل طريقة المقصوصة أو الصفاية بتاعت الزيت أو البطاطس. طبعا الطرق دي كلها مع احترامي للكل، اللي بتعمل بجلدة الأنبوبة بيتبقى فيها بواقي في المنبار، فيها بواقي ما بتخرجش، ما تكونش لسه طلعت. تمام، ارجع واقول مع احترامي للجميع، انا الحل الوحيد بتاعي ده. تمام، اجرد كده. شوفوا انا جربت الكميه دي، عملت الكميه دي، نضفتها. شوفوا البيضه زي القشطه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا مطلعه ايه، شوفوا طلعت ايه منها غير اللي في الكيس، غير الزوايد وغير الحاجات اللي فيها. بصوا انا اسفه جدا على التصوير، على الصوره، الحاجات اللي بوريها لكم، بس هو ده اللي بيطلع. السكينه ما بتسيبش اي حاجه فيه. من فات قديمه تاه، من فات قديمه تاه. شوفوا بيطلع ايه، هو ده اللي انا قصدي عليه. ماله التنظيف بالطريقه القديمه؟ ماله يعني هنقعد نبتكر؟ لا ما نبتكرش، هو ما فيش بعد الحاجات اللي اتربينا عليها وتعودنا عليها. تمام، ده اهو بس بكل سهوله كده وبساطه وفي لحظه. السكينه ما فيش اسرع منها يا جماعه، والله والله العظيم السكينه ما في اسرع منها. بقلب كده على الناحيتين. طبعا انا جارده بقيه الكميه فمش هتاخد ايه معايا وقت. شوفوا بقى الحاجات اللي طلعت. شوفوا بقوم جايبه جنبي شنطه او كيسه افضي كل دولت فيها، لان الحاجات دي بتسد الخيط بطريقه وحشه قوي يا جماعه. تمام، تعالوا بقى نمرر غسيله. اللهم بارك. دي كان نحط شويه عشان شوفوا طبعا لازم ادعكه الاول كده، ما برتاحش لما ادعكه كده يا جماعه والله. اقوم جايه بقى كده المنظر ده كده، اركب كده في الحنفيه واقوم ايه فاتحه كده. شوفوا بقى اللهم بارك. شوفوا شفاف من غير اي شوائب فيه. شوفوا بس المنبار شكله عامل ازاي، شفاف جدا ونضيف، مفيهوش اي افتكاسات. ولا تقولي لي بقى جلدة انبوبة ولا مقصوصة ولا صامولة انبوبة ولا الافتكاسات دي كلها. بعد السكينة وان انا اجرده على الحوض كده ونضفه واطمن ان نضفته كويس جدا، لان المنبار لازم عم تنضفه في البيت. مع احترامي للكل ما برتاحش الا اذا نضفته بايدي في البيت. اكل الحاجه كده وانا نفسيتي مرتاحه. شوفوا المنظر، شوفوا بصوا بس كده المنظر. وريهم المنظر هنا كده. شوف بس الحلاوه والنظافه. شوفوا المنظر، مفيش اي شوايب، نضيف جدا ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا المنظر، اغسله كله بالمنظر ده وانضفه كويس وارجع لكم تاني دلوقتي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص كده المنبار اهو، بعد ما غسلته كويس قوي وقلبته تحت الميه ماشي وش وضهر، وغسلته بملح خشن وضعفته كويس او بملح ناعم مش هتفرق. واقوم جايبه ميه بليمون بخل بس، واحطه فيه 10 دقايق او ربع ساعه، وبعدين اشطفه تاني وبعدين اصفيه واعينه في الفريزر او استعمله على طول. تمام، ودي كده معاكم طريقه تنظيف المنبار. اشوفكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.